مني. هو انا مش ممكن ازعل من ابني شويه وانا في النهايه بحبه ونفسي ان يرجع لي ويرجع لحضني؟ طبعا. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى يزعل من عباده شويه ويسخط شويه، لكن في النهايه هم عبيده، فهو يحبهم بالجمله ويحب ان يعودوا اليه. فبدل ما تقول ربنا زعلان مني وخلاص بقى مع السلامه، لا، ربنا زعلان مني، انا رايح ارضيه، انا رايح ارض ربنا، وقوم صلي ستزداد وهتبقى من التائبين. ربنا قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبك الله سبحانه وتعالى. قوم صلي، استشعر وانت رايح تتوضى. هو انا بشر، ممكن ايدك كل لمست حاجه غلط سلمت عملت بشهوه، غيره وارد. ممكن عيني تكون بصت غلط. هل استشعرت يوما ان انا وانا داخل اتوضى انا مش بس بنظف نفسي ظاهريا، انا بنظف روحي، بغسل ذنوبي، انا بنظف. ده انا غسلت ايدي حضرتك، الذنوب خرجت مع الماء او مع خلقات الماء. غسلت وشي، الذنوب خرج. ده انا بطلع من الوضوء من الحمام انا مستشهد بهذه الطهاره، مش النظافه بس، الطهاره بمعناها الكامل. وبقف بين ايدين ربنا، حتى النبي يقول وكانت صلاته نافله. يعني ايه نافله؟ ما انا اصلي الفرض نافله اي زياده في الاجر. الله، ما هي الصلاه الى الصلاه كفرنا بينهما. الله، لا دي منزله كبيره قوي. ارايتم لو ان بباب احدكم نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات يبقى من ضرنه شيء. هذا مثل الصلوات الخمس. عندي حمام سباحه بغطس فيه كل يوم 5 مرات، عندي الدش بدخل اخد دش 5 مرات، يبقى ايه عندي؟ إيه؟ ضرن، عندي يعني وسخ. في حد بيوصل بصلاته انها تبقى نافله؟ ده احنا بنقول يا رب تقبل صلاتنا، يا رب هل يا ترى مقبوله ولا لا؟ او طول النهار قاعدين انا بقول لحضرتك يا هانم وبكل مشاهدينا الكرام، من اكرمه الله وهيأ له الاسباب ووقف يتوضا واستشعر، وهو بس ده الاستشعار ده يكون